مشاركة مع الشيخ محمد سعيد الصريصري الجهني، ثم نتوقف بعدها للعشاء لنكمل معكم أمسيتنا الشعرية مع نجوم الشعر الشاعر عبد الرحمن مسعد العنيني، والشاعر محمد صالح الحبيشي، والشاعر محمد وصل المرواني، والشاعر بندر عيد العرفي. نرحب الآن بالشيخ محمد سعيد الصريصري الجهني ليلقي لنا مشاركته. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نبارك لأخونا عواد بن مسلم بمناسبة زواج ابنه، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. أنا والله ما عندي مشاركة ولا حضرت مشاركة، ولكن أخونا عبد الرحمن قال لابد أنك تشارك. المشاركة قصة قديمة وبيات. فيه خوي لنا وصديق من قبيلة عتيبة اسمه سعيد بن عياد العتيبي. هذا أخو عزيز وصديق وفي، وكان لنا معه صولات كثيرة في زيارات لأقاربنا وأقاربه. وفيه ناس قالوا أنت الظاهر من هالجهنان هذولا إنهم ساحرين، حنا اليوم نزهمناك في الطرقة تعتذر ولا زهموك الجهنان ما تعتذر. قال اللي زهمني محمد لو ماني فاضي، دعوة محمد على شغلي يبديها بالمجلس اللي يونس كل مغتاضي وناستن، لو بغال المال نشريها ليجتمعنا وجبنا غنيم والقاضي، تذكر عليه علوما كنت ناسيها، تذكر عليه علوم وقتنا الماضي، يا بعد فرق اول الدنيا وتاليها، ولاني مسايل عن الزعلان والراضي، رفقة جهينة على المعروف باغيها. رد عليه في حيمان الحجوري، ولكن ماني حافظ الرد الا انه بيتين يقول: يا مرحبا عد براقنا اليناضي، من مزة الهلتل من مناشيها، يلي في الطيب لك ممشى والكاضي، والقام رجليك بالطاولات مح فيها، عندك على الطيب صك وفعلك القاضي ضريبة الصك، طاولات تسويها ولا القاف توجد خطوط طوال واعراضي، ولا ينخذ بالمعاني غير صافيها، قاف العتيبي يعالج كل الامراض، قاف العتيبي عن الدنيا وما فيها، ولا فيه واحد من الجهنان متغاضي، واسمه بن عياد يذكر قبل سميها. اما القصص القديمه فيه قصه فيها من الوفاء، وفيها من مكارم الأخلاق. رجل من قبيلة عنزة، من شيوخ قبيلة عنزة، اسمه صياح المرتعد، غزا هو مجموعة معه ورجعوا مناتيف ولحقهم الجوع والقصى، وعندما رجعوا مروا لهم في فريج من قبيلة شمر وتوزعوا على العرب، وهو مجموعة معه جو عند شيخ القبيلة اسمه علي الحمزي من قبيلة شمر. عندما جو ما وجدوا راعي البيت ولقوا الموجود في البيت راعي في البيت، جابت لهم القهوة وقامت الحرمة تروح وتجي وتنزل في ضلع قريب من البيت،
تنظر أذنها تحصل راعي غنم ولا تحصل أحد من ربعها يكرم ضيوفها، ولكنها ما حصلت أحد، وزهمها المرتعد وقال يا حرمة وش عندك؟ قالت أنا ما عندي إلا القهوة اللي قدمتها لكم. والناس كلنا بيكرم ضيفه، والمرأة ما بحضرتها بركة، أنا والله ما عندي إلا القهوة اللي قدمتها لكم. قال أنت قدمتي لنا قهوة ولا قصرتي، وحنا أحيانا تمر علينا ظروف ما نقدر نجيب لضيفك قهوة، ولكن عيني خير يا بنت الحلال. والإنسان اللي مرت عليه الظروف يقنع بالحاصل. فعندما مشى الصبح وجاء زوجها ذكرت اللي حصل ورسم ذبيحة المرتعد، وقال شهد ربعه قال هذه تراها ذبيحة المرتعد أخوياه. بعد مدة وصل المرتعد قال لك عندي وداعة، ويوم جاء قال هذه ذبيحتك يا المرتعد يوم انك سترتنا. والصبح اثنيت علينا وانت بايت مقوي عندنا. قال يا المرتعد علي لك حق صاير، حقا على اللي يعرفون المواجيب، لو ما فعلنا ما علينا غصايب، لكن ضيف الله له حق ونصيب، سترتنا يا شوق ضافت ذوايب وديعات الطيب، بستر المعازيب وسمتها بحضور كل القرايب، ذبيحتك يا منقع الجود والطيب، ويفداك من هو ضاريا بالسبايب لضاف علق بالمعزب سلاليب. رد عليه المرتعد قال الطيب في وجه المشبب وهايب، وطيب الفتيات من الله توهيب، ومعزبتنا يا علي وانت غايب، لشميتا تسوى كثير الخراعيب، لشميتا ما عقبوها زلايب، ولو غبت ما يدخلك شك ولا ريب، ومن جرب الدنيا وشاف النوايب تراه ما يشنع ولا يذكر العيب، وترى الجرى ما هو كثر النوايب، ترى الجرى زين النبا والترحيب وسلامة الجميع والمعذرة الحقيقة، لأننا لم نحضر شيء يليق في هذا الجمع وفي معازيمنا. شكرا. ننوه أنه سوف يكون بعد العشاء أمسية الشعرية. حي